بيبدأ فيلمنا في مقر المباحث الأوروبية، والكل بيكون بيحاول يوصل لواحد اسمه جيان، وده بيكون أخطر هاكر في العالم كله، واللي بيدير شبكة ضخمة من الجرائم الإلكترونية. وكل عميل في المباحث الأوروبية بيحاول إن هو يقرب منه بيكشفه وبيقتله على طول. وقتها السيد خان بيقول إن الشخص الوحيد اللي يقدر إن هو يوقفه هو هاكر اسمه بابلو، وده بيكون لأن هو عبقري في الاختراق، ولو جيان مسيطر على عالم الجرائم الإلكترونية فبابلو ده محدش يقدر إن هو يجاريه. وفجأة بابلو بيبعت للمباحث رسالة مشفرة عبارة عن فيديو لأميتاب باتشان، وبيكون بيقول فيه لو بتدوروا عليا فأنا مستنيكم. وبالليل السيد خان بيروح بيته وبيتفاجئ وقتها إن بابلو مستنيه، ولما بيحاول إن هو يبلغ الشرطة بابلو بيقول له ما تتعبش نفسك، أنا عطلت الشبكة كلها. وبعدها السيد خان بيعرض عليه إن هو يشتغل مع المباحث، بس بابلو وقتها بيرفض وبيقول له إن هو ملوش بلد وعمره في حياته ما هينتمي لحد، وفي الآخر بيقول له ما يدورش عليه تاني علشان هو مش هيظهر غير لما هو يختار ده. وبعدها بابلو بيروح يقعد في بار، وهناك بيشوف بنت اسمها نانيا وبتكون بتتخانق مع حبيبها، وعشان تغيظ حبيبها بتروح تبوس بابلو قدامه، فحبيبها وقتها بيتضايق وبيمشي. ولما بتحاول نانيا تدي بابلو فلوس البوسه فبتقول له وقتها خلي بالك انت محظوظ ان انا اخترتك تاخد البوسه، فبابلو وقتها بيمسكها وبيبوسها هو كمان، وبيقول لها وقتها ان انت اللي محظوظه. وجرأته دي وقتها بتخلي نانيا تنجذب ليه، وبتبدا ما بينهم قصه حب. وبعدها نانيا بتاخده معاها الحفله علشان تعرفه على اخوها، لكن اول ما بابلو بيشوفه بيرفع عينه عليه وبيتصدم لان اخوها ده بيكون جيان نفسه. والصدفه دي بتقلب كل حاجه لان هو بقى قدام الراجل اللي مباحث كلها بتحاول توصل له من سنين. وبعدها نانيا بتعرف بابلو على اخوها جيان، وبعد شويه الاتنين بيقعدوا يتكلموا لوحدهم، فبيقول له بابلو ان هو حابب ان هو يشتغل معاه. وقتها جيان بيبتسم وبيقول له يعني انت لسه عارف اختي وعايز تشتغل معايا بالسرعه دي؟ وبعدها بيفاجئه وبيقول له انا عارف ان السيد خان هو اللي بعتك ليا، لكن بابلو بينكر اي علاقه بخان. وبعدها جيان بياخد بابلو الاجتماع مع رجال اعمال، وبنعرف ان كلهم فاسدين، وبيطلب منه ان هو يخترق موقع المباحث الاوروبيه عشان يعرفوا هم بيخططوا لايه. فبابلو وقتها بيحاول لكن الحمايه بتكون قويه وبيفشل اكتر من مره. ولما رجاله جيان بيرفعوا عليه السلاح وجيان بيديله 60 ثانيه بيركز وبينجح، وبيقدر ان هو يخترق الموقع في اخر ثانيه، وده بيخلي جيان يعرف ان بابلو فعلا تقيل، وبيعرض عليه وقتها فلوس وعربيه وبيت وكل اللي هو بيتمناه مقابل ان هو يشتغل معاه. فبابلو فعلا بيوافق لان هو بيحب الفلوس جدا. وبعدها بابلو بيختار عربيته الجديده، بس فجاه في شويه رجاله بيخطفوه وبيضغطوا عليه عشان يقول مكان جيان، لكن هو بيرفض يتكلم ومهما بيضربوه برضه بيرفض. ولما بيرفعوا عليه السلاح بيكتشف ان مسدس فاضي، وان كل اللي حصل ده كان اختبار من جيان عشان بيتاكد من ولائه. ولما بينجح بيقول له من النهارده انت واحد من عيلتي وبيسلم عليه. اما السيد خان فكان كل شويه بيتصل ببابلو، بس بابلو وقتها ما كانش بيرد عليه. ومن هنا بيبدا يشتغل مع جيان وبيعمل تطبيقات شكلها عادي، واحد للصور وواحد للالعاب بتاعه الاطفال، لكن اي حد بيحملها بياناته وحساباته البنكيه بتوصل لجيان، ومن غير ما الناس بتاخد بالها الفلوس بتبدا تدخل لهم بالملايين. ومع الوقت بتكتر في ايد بابلو وبيشتري بيت جديد، وجيان وقتها بيعجب بشطارته جدا، بس اول ما بيرجع بيته بيلاقي السيد خان مستنيه وبيقول له انك اخترت الطريق غلط، ولو جيان وقع انت كمان هتقع. بس بابلو وقتها بيقول له انا باخد فلوس وشهره اكتر من اللي انت هتاخدهم في حياتك، وبيقول له على فكره لو انت عايز تنضم وتكون خاين فانا بعرض عليك اللي انت تعمل ده. بس وقتها السيد خان بيرفض وبيمشي وهو بيستحقر بابلو. وبعدها بابلو بيروح البنك يشتري بيت لاصحابه، وهناك بيشوفوا الموظفين بتوع البنك بيضغطوا على واحده اسمها ايشا، ولما واحد فيهم بيهينها بابلو بيتدخل وبيضربه لحد ما ايشا دي بتهديه. وقتها ايشا بتحكي له ان جوزها خد كارد عشان يشتري عربيه، بس الفلوس اتسرقت من حسابه، ولما ما عرفش يسدد الكارد انتحر من القهر. وهنا بابلو بيتصدم لان هو بيكتشف ان هو كان السبب في كل اللي حصل للعيله دي، ومن ساعتها بابلو بيقرر ان هو يغير حياته وبيسدد وقتها الكارد بتاع ايشا، وبيوعدها ان هو يحقق حلم جوزها ويهتم بابنها، وبيطلب منها ان هي تعتبره زي ابنها وهي بتوافق. بعدها بابلو بيروح لخان وبيعترف بكل حاجه، وبيقول له ان هو هيوقف البرامج اللي صنعها دي، وبعدها بيرجع شركه جيان وبيعطل السيستم، وبعدها بياخد كل البيانات اللي ادين جيان. لكن قبل ما بيهرب واحد من الموظفين بيكشفه وبيأمر الامن ان هم يقبضوا عليه، وفي نفس اللحظه دي خان ورجاله المباحث بيقتحموا الشركه، ووسط الفوضى بابلو بيقدر ان هو يهرب، وجيان وقتها بينجح هو كمان ان هو يهرب. وبعدها بابلو بياخد ايشا وابنها وبيسافروا انجلترا، وهناك خان بيديله هويه جديده وبيبدا حياه جديده باسم ار جي. وبنشوف وقتها جيان بيقابل رجاله الاعمال الفاسدين وبيقول لهم من يوم 31 مارس كل الهنود بيدفعوا الضرايب، وفي اليوم ده مليارات بتدخل البنوك، ودي فرصه مناسبه جدا عشان يخترقوا فيها البنوك ويقدروا يسرقوا فلوس الضرايب. لكن قبل ما الاجتماع بينتهي جيان بيقتل واحد من رجاله الاعمال، وبيكتشف وقتها ان هو كان عميل للمباحث الاوروبيه، وساعتها
وساعتها الباقيين بيفهموا ان اي خيانه نهايتها الموت وبيوافقوا وقتها على الخطه. وبعدها بنشوف بابلو في انجلترا بعد ما بقى عايش بهويه جديده باسم ار جي، وبيحاول يبدا من الصفر لكنه مش بيقدر يثبت في اي شغل. وفي اول يوم ليه كمسؤول امن في بار بيتخانق مع واحد من الزباين وبيتضرب، وبيرجع البيت وايشا بتعالجه وبتوصيه خلي باله من نفسه، لكنه بيطمنها وبيقول لها ان هو لقى شغل جديد كسواق. وتاني يوم بابلو بيصحى وما بيلاقيش ايشا لان هي بتكون سافرت الهند تدعي له وربنا يوفقه في حياته الجديده. وفي نفس الوقت ده نانيا بتوصل انجلترا، واول لما بتشوف السواق الجديد بتتجمد في مكانها لان هو بيكون شبه بابلو جدا، وبتجري وراه وبتناديه لكن بينكر وقتها ان هو يعرفها وبيوريها بطاقته باسم ار جي. لكن نانيا بتفضل مصره ان هو بابلو، ولما بتتاكد ان الوحمه اللي كانت فاكراها مش موجوده بتبدا ان هي تشك في نفسها وبتمشي، بس بتكون لسه حاسه ان هو مستخبي ورا الهويه الجديده. وبعدها بابلو بيرجع البيت وبيطلع موبايل اللي هو كان مخبيه وبيتصل وقتها بخان، لكن اللي بيرد عليه كانت تشينوي بعد ما بيكون انتحل شخصيه واحد من المباحث وبيطلب منه وقتها كلمه السر، ومن غير ما بابلو بياخد باله بيتخدع وبيقول له عليها. ولما تشينوي بيتاكد ان هو فعلا بابلو بيساله ايه اللي حصل، فبيقول له بابلو ان هو حاسس ان هويته الجديده اتكشفت وخايف رجال الاعمال يوصلوا له، بس تشينوي بيمثل عليه ان هو من المباحث وبيطلب عنوانه عشان يبعت حد يحميه. وفعلا بابلو وقتها بيصدق كلامه وبيديله مكانه، واول ما بيقفل تشينوي المكالمه بيبعت واحد يخلص على بابلو وبيكون اسمه فينس، وفينس بيروح بيته وبيقنعه ان هو من طرف مباحث. بس قبل ما بينفذ خطته نانيا بتوصل وبتاكد ان هي لسه مقتنعه ان هو بابلو، وساعتها فينس بيطلع سلاحه وبيحاول ان هو يقتله، وبابلو بيتصاب برصاصه وبيجري ناحيه عربيه نانيا، ولما بيركبوها بترفض غير لما تعترف بحقيقته. ولما فينس بيقرب فعلا بيعترف بابلو وبيهربوا سوا، ونانيا بتاخده بيتها وبتحاول تعرف منه سبب اختفائه، لكن فينس بيهجم عليهم من جديد وبيضطروا يهربوا. وبعد مطارده عنيفه بابلو بيكشف عن قوته وبيوقع رجاله فينس واحد ورا التاني وبيقدر ان هو يهرب هو ونانيا. اما فينس فبيرجع لجيان وبيعترف بفشله، وجيان بيعاقبه بطريقته وبيخليه ينتحر قدام الكل، وبعدها بيدي تشينوي مهله يومين عشان يقتل بابلو والا هيكون مصيره زيه. وفي نفس الوقت رجاله تشينوي بيهددوا مدير اعمال نانيا وبياخدوا رقمها عشان يوصلوا لمكانها. اما بابلو ونانيا بيروحوا للدكتوره وبتخرج الرصاصه، وبعدها بيقضوا وقت مع بعض وبيرجع الحب ما بينهم من جديد. بس قبل ما يلحقوا يرتاحوا تشينوي بيوصل لهم وبيبدا مطارده جديده، وبيضطر بابلو ان هو يواجهه هو والرجاله بتاعته من جديد عشان يقدر ان هو يحمي نانيا ويهرب بيها. وبعد ما بابلو ونانيا بينزلوا من القطر بيلاقوا رجاله الاعمال الفاسدين مستنيينهم ومعاهم رجالتهم، وفي واحد فيهم بيقول له اخيرا وقعت، بس بابلو وقتها بيضحك وبيقول له انا اللي جبتكم لحد هنا لانكم اكيد بتتبعوا شريحه نانيا وده كان جزء من خطتي. وساعتها رجالتهم بيهجموا على بابلو لكنه بيطيرهم يمين وشمال وبيخلص عليهم بسهوله. ولما واحد بيحاول يقتله وبيرفع السلاح على نانيا جيان وقتها بيظهر وبيقتله بنفسه لان هو حاول ان هو يأذي اخت جيان. بعدها رجاله جيان بيمسكوا بابلو وبيربطوه، وجيان بيرمي حواليه قنابل وبيسيبه قبل ما المكان بينفجر، ووسط الانفجار الكل بيفتكر ان بابلو مات. وبعد 10 ايام جيان بيحضر جنازه بابلو وبيقول ان يوم 31 مارس قرب وان هو هينفذ اكبر عمليه احتيال في تاريخ الهند. وبعد ما بيمشي نانيا بتفضل حزينه وبتروح تزوره عند المقابر لحد ما بابلو بيظهر قدامها من جديد. في الاول نانيا بتفتكر ان هو شبح، بس بعد ما بتتاكد ان هو عايش بتفضل تعاتبه، وساعتها بابلو بيشرح لها الحقيقه وبيقول لها ان جيان رجع يشغل البرامج من جديد ورجال الاعمال الفاسدين لسه شغالين معاه وخطتهم ان هم يسرقوا فلوس الضرايب يوم 31 مارس، ولكن محدش وقفهم والهند كلها كده هتدخل في كارثه. وفي الاخر بابلو بيبص لها وبيقول لها ان هو قبل كده قدر ينقذ عيله من الكارثه دي، بس المره دي جيان ناوي ان هو يخرب بيوت كتير جدا، وبيقول لها ان هو لازم يوقف جيان قبل ما ينفذ اكبر عمليه احتيال في تاريخ الهند. ونانيا وقتها بتكون فهمت الحقيقه كلها وبتقرر ان هي تقف جنب بابلو، ولما بتساله هيوقفهم ازاي بيقول لها ما دام كلهم فاكريني ميت يبقى دي اكبر ميزه عندي وهخلص على كل واحد فيهم من غير ما حد يحس. وبعدها بابلو بيسافر الصين عشان يخلص من واحد من رجاله جيان في الصين واللي بيكون اسمه وونج، واول ما بيشوفه بيتصدم لان هو كان فاكره مات، وعلى طول بيأمر كل المقاتلين ان هو يهجموا عليه، بس بابلو وقتها بيوقعهم واحد ورا التاني وفي الاخر بيقدر ان هو ينهي على وونج. وبعدها بيسافر مصر عشان يواجه زايد، وبعد مواجهه سريعه بيلحقوا قبل ما يهرب بالطياره وبينهي عليه هو كمان. ولما الاخبار بتوصل لجيان بيعرف ان بابلو لسه عايش، وبيكون في واحد اسمه دوجرا من رجاله جيان بيخاف وبيطلب ان هو ينسحب من خطه 31 مارس، بس جيان وقتها بيرفض وبيأكد ان العمليه هتتم في ميعادها. ومع وصول يوم 31 مارس جيان بيخدع نانيا عشان توصله لمكان بابلو، وفي نفس الوقت ده رجالته بيخطفوا ايشا بعد ما بيقنعوها ان هم من طرف بابلو. اما بابلو فكان مستني ايشا في مطار تاني، لكن رجاله جيان بيوصلوا له وبيقولوا له ان امه اتخطفت ولو عايز يشوفها لازم يجي معاهم، ومن غير تردد فعلا بيروح، وبتكون وقتها نانيا معاه وبتروح معاه. وفي نفس الوقت جيان بيبدا يسرق فلوس
الضرايب من حسابات الشعب الهندي. وقتها بابلو بيوصل لمكانه وهناك بيكون كل واحد فيهم مستعد يحسم المعركه. ولما بابلو بيوصل بيلاقي جيان قاعد مع ايشا وكان خاطفها، لكن بابلو بيطلب منه ان هو يبعد امه عن اي حاجه. وجيان بينوم ايشا بخدعه سحريه، لكن بابلو بيضحك وبيقول له كده احسن عشان مش عايز اضربك قدامها. وساعتها جيان بيأمر رجالته يهجموا عليه، بس بابلو بيخلص عليهم بسرعه وكان رايح يمسك جيان، لكنه بيكتشف ان هو وقع في واحده من خدعه. وجيان بيقول له ان فاضل 5 دقايق بس وفلوس الشعب الهندي كلها تبقى في حسابه. وبعدها بابلو بيفضل يجري ورا جيان من مكان لمكان وبيواجه خدع ومقاتلين وتماثيل متحركه كلها كانت عشان تضيع وقته، بس في الاخر بيركز وبيوصل لجيان قبل ما الوقت يخلص. ولما بيجري على جهاز الاختراق رجاله جيان بيحاولوا ان هم يعطلوه، بس بابلو بيوقعهم وبيوصل للجهاز. وفي اخر لحظه العداد بيقف وجيان بيتفاجئ لما الشاشه بتعرض فيديو لأميتاب باتشان، وبيكتشف ان بابلو خدعه وان العداد كان شغال على تحميل الفيديو مش على سرقه فلوس الناس. وجيان بيتجنن وقتها بعد ما خطته بتفشل، بس بابلو بيمسكه وبيربطه بالقنابل وبيسيبه مكانه، وبعد ثواني المكان كله بينفجر. وبكده بابلو بينجح في انقاذ الشعب الهندي وبيتجوز نانيا. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وسلام.